ولكن الحريات الشخصية اتنين هنا عند الحريات الشخصية. نعم. هل انت سمعت من هذه التسجيلات ما هو مثلا في 2013 ما هو بتاع؟ طيب لما تبقى بلد منتهكة، بلد ما فيهاش دستور، بلد ما فيهاش جهاز امني، الداخلية روحت، جهاز امن الدولة روح، الدستور اتلغى، عندك احكام عرفية، عندك ناس بتنام الساعة 5، وعندك حرامية ولصوص وعملاء لأجهزة استخبارات بتقتحم أجهزة أمنية عشان تاخد معلوماتها السرية تبيعها بره. لما هنا أي جهاز وطني يسجل تقول له حرية شخصية، ملعون أبو الحرية الشخصية في هذا التوقيت، وملعون أبو اللي بيقول حرية شخصية في هذا التوقيت. في هذا التوقيت كان في 12 جهاز مخابرات بيلعبوا في مصر عن طريق الأوباش دول. لما جهاز وطني ايا كان اسمه، لما مواطن مصري ايا كان اسمه يسجل للأوباش دول وهم بيلعبوا في مصارين البلد لصالح المخابرات دي، نرفع له القبعه، مش نقول له حريه شخصيه. حريه شخصيه دي في عصر تبقى ستيبل، الدنيا هاديه، بلد موجوده، بلد جيشها مش على الحدود جوه البلد، سجونها بتقتحم، اقسام شرطتها بتقتحم والظباط بيتعلقوا عليها زي الذبيحه، جهاز امن الدوله بيخترق، والاخ مصطفى النجار بيقول له انا خدت 4 هاردات، الهارد تيرا و1 تيرا من معلومات سريه لامن الدوله العليا، وتاني يوم بيبيعها، والولد التاني محمد عادل متصور فيديو وهو بيفك الكمبيوتر بتاع رئيس جهاز مباحث امن الدوله وبيتصل بصوفيا تاني يوم عشان يبيعه، وتقول لي اللي يسجل يبقى حريه شخصيه؟ ملعون ابو اللي يقول كده. 2 و3 و4 هذا